في واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في الإسماعيلية، جريمة خلت كل اللي يسمعها يقشعر وكل قلب في مصر يتوجع. طفل لسه ما كملش 12 سنة والقاتل زميله في المدرسة ما عداش ال 13 سنة. تعال أقولك إيه اللي حصل. القصة ابتدت معانا عادي جدا زي أي يوم دراسي في منطقة اسمها المحطة الجديدة. الأطفال كلهم رايحين مدارسهم والأهالي كلهم مطمنين، لكن محدش كان يتخيل إن كان في بيت بسيط جدا هيتكتب فيه نهاية مأساوية لطفل بريء. القاتل هنا استدرك صاحبه عند البيت بحجة اللعبة أو المذاكرة، وهنا مفيش أي حاجة غريبة، لكن جوه البيت اتحولت كل حاجة من هدوء غريب وبعدين لخوف وهلع. عصاية خشب وضربة على الراس وسكون تام. الولد الصغير اللي كان جاي يلعب ويضحك وقع على الأرض جثة. وطبعا الناس اللي بتسمعني شايفين ان الجريمة كده خلصت، لكن للأسف احنا لسه في البداية. القاتل الصغير بدل ما يخاف ويجري راح جاب صاروخ كهربي وبدأ يقطع الجثة. التفاصيل اللي بنتكلم عنها دي تفاصيل صعبة جدا محدش يقدر يتخيلها، وانا بنفسي مش مستوعب ازاي ده حصل من طفل صغير. ولما المجرم الصغير ده خلص لما اشلاء الطفل بايده الصغيرة وراح رماهم جنب كارفور في الاسماعيلية، وعقله الصغير قال ان كده خفى الجريمة، لكن الحقيقة ما بتستخباش. الاهالي في المنطقة شافوا الاشلاء والناس كلها ابتدوا يصرخوا، والمباحث هنا وصلت بسرعة، والمشهد اللي بحكي لكم عليه كان فوق الوصف. صدمة ودموع وخوف في عيون الكل. وفي خلال كام ساعة تحريات وصلت لصاحبه اللي عمل الجريمة، اللي ما قدرش يخفي جريمته ولا حتى يحكي اللي حصل غير لما ينهار. والنيابة هنا راحت بنفسها لمسرح الجريمة، وللأسف شافوا المنظر اللي صعب حد يوصفه. وهنا طلعوا قرار بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى الجامعة، ومن هنا بدأت رحلة التحقيق علشان يعرفوا ازاي طفل في السن ده يوصل للمرحلة دي. الجريمة دي مش بس بشعة، جريمة بتخليك تسأل نفسك ايه اللي بيحصل في عقول بعض أطفالنا الصغيرين، وازاي البراءة دي تتحول فجأة لشر محدش يتوقعه ولا يصدقه. والصدمة بعد التحقيقات، الطفل قال ان هو شاف مشهد في فيلم أجنبي للجريمة دي بالظبط، فحب يجربها مع صاحبه. والنيابة أمرت بفحص نفسي شامل للمتهم لتقييم إدراكه وسلامة قواه العقلية، وكمان طلعت قرار لتحليل شامل المحتوى للأجهزة الإلكترونية اللي كان بيستخدمها الطفل ده علشان يحددوا إيه المواد اللي أثرت فيه قبل وقوع الجريمة. وغالبا لما يتحكم عليه في المحكمة يا إما هيروح مستشفى الأمراض العقلية يا إما هياخد 15 سنة سجن. ربنا يرحم الطفل اللي توفى ويصبر أهله، ويا ريت تدعوا له بالرحمة. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، أشوفكم في الحلقة الجاية.